مولاي فالقدس صاحت غادر أدمى فؤاد الطاهر إني سائر حتما سائر صاحت غادر أدمى فؤاد الطاهر إني سائر للدين حتما سائر فالقدس صاحت غادر أدمى فؤاد الطاهر ونداء الأقصى أركاني فجر وجداني وضمير الأمة يا ربي مات بلا جاني ونداء الأقصى أركاني فجر وجداني وضمير الأمة يا ربي مات بلا جاني مجرم قالوا لأني أرفض الذل الكبير أرفض العيش بصمت ضمه القهر المرير قالوا لأني أرفض الذل الكبير أرفض الله أكبر. عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الله لا إله إلا في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين من اليهود والنصارى ومن والاهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلم منا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، من أعظم الأشياء التي ألقى الله عز وجل بسببها محبة ماليزيا أن ماليزيا لها موقف مميز من فلسطين، فهي تنظر إلى فلسطين على إنها فلسطين، ولا يوجد لها أي تعامل مع الكيان المغتصب، وتنظر إليه على إنه كيان مغتصب، ولا تنظر إليه على إنه كيان شرعي. ولماليزيا مواقف خاصة جدا ومميزة جدا ليست لغيرها من الدول. كما قلنا أن كل مواقف ماليزيا تجاه فلسطين تنبع من نظرتها إلى فلسطين على أنها فلسطين، وتنظر على الكيان الغاصب على أنه كيان غاصب ومحتل. ومن أعظم نتائج هذه النظرة أنها لا يوجد لها أي تمثيل دبلوماسي، لا يوجد أي تمثيل دبلوماسي نهائيا بتاتا للكيان المغتصب في ماليزيا.
لا يوجد هناك أي تعاملات دبلوماسية ولا حتى قنصلية صغيرة ولا حتى مكاتب للتنسيق. كذلك غير معترف بجواز السفر، مع أن ماليزيا تعتبر من أكثر الدول في العالم تيسيرا لدخول الزائرين، لكن بشرط ألا يكون حاملا للكيان المغتصب. الأمر الآخر كما رأينا في الفيديو، صلاة الحاجة يوم الجمعة عندما تقع أي مشكلة داخل فلسطين بصورة عامة أو داخل المسجد الأقصى بصورة خاصة، فيقومون بصلاة الحاجة بعد صلاة الجمعة ويدعون فيها للمسلمين في فلسطين. بصورة عامة كل جمعة جميع مساجد ماليزيا تدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر الله عز وجل المسلمين، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى الذل عن المسلمين في كل بلاد العالم وفي فلسطين بصورة خاصة. من أعظم نتائج هذه النظرة أيضا، لا يوجد في ماليزيا راية أو علم منتشر بكثرة في ماليزيا طبعا بعد علم ماليزيا إلا علم فلسطين. تجده في الكثير من نواصي الطرقات، وتجده على الكثير من المساجد، وتجده على بعض المدارس، وتجده على بعض المحال التجارية. طبعا لا يوجد تنسيق لهذه الرايات، يعني الدولة لا تقوم بتنسيق هذه الرايات، ولكن الدولة تتيح هذا الأمر أو تبيح هذا الأمر وتدعم هذا الأمر، لكنها لا تنسقه، بمعنى أنها لا تأمر أحدا أن يعمل هذا، ولكن الاتجاه العام للدولة للحكومة هو دعم فلسطين. فبالتالي هناك قدر من الوعي عند فئة من الشعب يجعلهم أن يعملوا كل ما يستطيعون عمله نصرة للقضية الفلسطينية، فتجدهم يضعون هذه الأعلام أو هذه الرايات على المساجد والمنازل والمحال التجارية والمدارس وغير ذلك. أيضا تجد علم الكيان الصهيوني في كثير من الشوارع أيضا، تقول كيف يضعون علم فلسطين وعلم الكيان المغتصب. علم الكيان المغتصب مرفوع، أما علم الكيان الصهيوني انت قلت علم الكيان المغتصب مرفوع. استغفر الله، علم فلسطين مرفوع على هذه المساجد وعلى المدارس وعلى المحال التجارية وعلى المنازل. أما علم الكيان الصهيوني أين يا محمد؟ مفروش على الأرض، تجده على الأرض والناس كلها ماشية من باب الإهانة والإذلال، والناس يسيرون عليه، يرسمون العلم على طرقات الأسفلت والناس تسير عليه. وغالبا عندما تجد هذا العلم على الأرض تجد رايتين لفلسطين على اليمين والشمال، وكأنهم يقولون نحن لا نعترف بهذا وإنما نعترف بهذا. شخص يقول ولكن كل هذه أشياء من المظاهر التي لا تدعم فعلا، يعني ليس فيها دعم فعلا. أقول لك لقد أخرت الدعم الذي تنتظره في النهاية. إذا كتبت على جوجل الدعم الماليزي لفلسطين أو المنظمات الداعمة ستجدها كثيرة جدا. فهناك مؤسسات فلسطينية موجودة داخل ماليزيا، وهناك مؤسسات ماليزية داخل فلسطين. هذه المؤسسات تجمع تبرعات. العام قبل الماضي كنت موجودا في قرية صغيرة في عفوا أنا اضطررت لقطع التسجيل لأن محمدا أخبرني بأن الشمس قد ارتفعت جدا والمحمول سخن جدا وكاد أن ينفجر من شدة الشمس، فاضطررنا أن نستريح قليلا ثم نعود في مكان فيه ظل حتى لا يسخن المحمول بدرجة ينفجر بها عياذا بالله. عياذا بالله. نعود إلى
الدعم الماليزي المميز لفلسطين والقضية الفلسطينية. من عامين تقريبا كنت أسكن في قرية، في شهر رمضان فقط تم جمع ما يقارب 300,000 دولار لصالح القضية الفلسطينية ولصالح المسلمين في غزة على وجه التحديد. 300,000 دولار، فهذا مبلغ جمعته قرية واحدة في مسجد واحد، قرية نائية من قرى ماليزيا. طبعا أنا أتحدث من واقع عامي، بمعنى أنا لست من المتخصصين ولست من المتعمقين الذين يستطيعون أن يتحدثوا عن الإحصاءات العامة، وأنا لست متابعا جيدا للجرائد والأخبار بصورة عامة، وبالتالي لا توجد عندي إحصائيات كاملة للدعم الماليزي لفلسطين. وإن كان هذا الموضوع خليق أن يهتم به، يعني قد يكون هذا في جملة الاهتمامات المقبلة أن أقوم بعمل ملف وثائقي بخصوص الدعم الماليزي للقضية الفلسطينية. فهم فيما أعلم الدولة الأولى التي تدعم فلسطين معنويا وماديا. فالفلسطينيون لهم في ماليزيا مكانة خاصة، ويؤسفني أن أقول أن لهم سلبيات، أن الفلسطينيين لهم كثير من السلبيات، مثل المصريين، مثل العرب، مثل أي فئة، مثل المنتسبين للإسلام. في كثير من الأوقات تكون لهم سلبيات، وللأسف للأسف للأسف أن الإنسان عندما يكون منتميا لجهة ما ويرتكب خطأ ما، للأسف الشديد فإن هذا الخطأ لا ينسب إلى ذاته وشخصه، وإنما ينسب إلى ماذا؟ للمنظمة التي ينتمي لها أو لدولته أو لدينه. اسمها الجهة، ولذلك أنا قلت الجهة، اختصرتها بدل ما أقول المنظمة أو الجهة أو للدين أو للأمة أو للشركة أو للمصنع، يعني بدل ما نطيل هكذا اختصرتها في الإيه؟ يعني أنا ممكن أقول لك يا محمد من فضلك ضع الغسيل في الغسالة، ممكن أقول لك من فضلك ضع السروال والقميص والقلنسية والمنديل والجورب والفلنة والشورت والسروال والإزار، ضع الغسيل في الغسالة يعني، وننجز في الموضوع. تمام يا محمد؟ يعني الاختصار فيما لا يحتاج تفصيلا أفضل، فيما لا يحتاج تفصيلا. للأسف الشديد أن ارتكاب إنسان ما لخطأ ما، فإن هذا الخطأ في الغالب لا ينسب إلى ذاته وشخصه، وإنما ينسب إلى جهته التي ينتسب إليها. يعني لما شخص ينتسب للإسلام يرتكب خطأ، الناس يقول لك انظر هؤلاء، هذا هو الإسلام، أو هؤلاء هم المسلمين. إنسان عربي في مكان يقول لك انظر العرب كذا وكذا وكذا، مصري يقول لك انظر المصريين كذا وكذا وكذا. لكن نحن بصورة عامة عندما أجد أنا كمحمد، عندما أجد إنسانا يرتكب خطأ ما، لا أقول المسلمين، لا أقول العرب، لا أقول الماليزيين، لا أقول الباكستانيين، لا أقول السوريين، لا أقول هذا، وإنما أقول فلان ارتكب خطأ، والمخطئ يحاسب سواء أكان مسلما أم غير مسلم، عربي أم أعجمي، مصري أم فلسطيني أم أي شيء، المخطئ يعاقب، المخطئ يعاقب، ما لم تكن الجهة التي تقف وراءه أو الجهة التي ينتسب إليها هي من تحرضه وهي من تؤزه إلى ما يفعله من الخطأ
فهذا شيء آخر. فالفلسطينيون لهم مكانة خاصة داخل ماليزيا، ويعاملون معاملة خاصة. يعني أفضل ثلاث جنسيات لها معاملة خاصة في ماليزيا: رقم 1 اليمن. أفضل ناس يعاملون في ماليزيا هم اليمنيون، ولا أدري أقول هل أقول بعدهم الفلسطينيون أم أقول ومثلهم الفلسطينيون، لا أعلم. لكن هاتان الفئتان لهم مميزات ليست لغيرهما من الجنسيات الأخرى، اليمنيون والفلسطينيون أفضل فئتين مميزتين في ماليزيا. أما اليمنيون فيميزون لأن التجار اليمنيين من مئات السنين عندما مروا على هذه البلاد ماليزيا وإندونيسيا قاموا بدعوة الناس إلى الإسلام. فالمناطق التي نعيش فيها الآن ماليزيا وإندونيسيا وبروناي وسنغافورة، هذه الأماكن كانت كلها تعج بالوثنيين والبوذيين، وبفضل الله وحده لا شريك له، ثم بجهود التجار المسلمين من ذوي الأخلاق الحسنة أذهلوا البوذيين والوثنيين بحسن أخلاقهم وحسن معاملتهم مع انشغالهم بالتجارة. فكان التجار اليمنيون هم سببا في دخول الكثير من الماليزيين والإندونيسيين أو البوذيين والوثنيين وأصحاب الديانات الأخرى والملحدين إلى دين الإسلام. فوفاء من دولة ماليزيا لحق اليمنيين فهم يقدمون لهم تسهيلات لا يقدمونها لغيرهم من الجنسيات. وأنت مثلا تجد في ماليزيا من أشهر الأشياء التي تميز ماليزيا أنك تجد الشعب الماليزي بمن فيهم رئيس الوزراء، بمن فيهم الحكومة برمتها، بمن فيهم ملوك ماليزيا يلبسون الإزار. فالإزار زي رسمي في ماليزيا، الإزار زي رسمي في ماليزيا. من أين أخذوا الإزار؟ اليمنيين. تعلموا ارتداء الإزار من اليمنيين، والإزار سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم أعلم دولة تلتزم بالإزار مثل ماليزيا، بمن فيهم رئيس الوزراء وأفراد الحكومة وجميع ملوك ماليزيا، سواء إذا كان الملك الذي يقولون عنه رجا أو أجونغ. هو رجا ملك الولاية، هو الأجونغ يسمونه ملك الملوك. رجا ملك، في ملوك في ماليزيا كثيرون، كل ولاية لها ملك يسمونه رجا. الملك العام يسمونه أجونغ. كلهم الرجا أو أجونغ كلهم يلتزمون بزي الإزار كلهم. وهذا شيء من أعظم الأمور التي تميز ماليزيا. ويغلب على ظني أن اليمنيين لو كانوا متمسكين بما كانوا عليه قبل ذلك لكانت لهم امتيازات أفضل، ولكن حدثت تغييرات سلبية كثيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا جميعا كمسلمين وكعرب ومن جميع الدول. فنحن حدنا كثيرا عن الصراط المستقيم كلنا إلا من رحم ربي وعصم. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نعود إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من الأخلاق الحميدة والأداب الفاضل. فاليمنيون والفلسطينيون لهم مميزات ليست لغيرهم من الجنسيات في جميع أنحاء ماليزيا. بعدهم مؤخرا تفضلت ماليزيا جزاها الله خيرا وأعطت للسوريين امتيازات لم تكن لهم قبل ذلك، رعاية لما هم فيه من الهم والغم والبلاء العظيم. فجزاهم الله خيرا على حسن تقديرهم لبعض إخوانهم الذين يقعون في البلاء. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أذكر
جميع المتدينين من جميع حكومات العالم، وأذكركم الله أن الحدود التي تفصل بين الدول والجوازات وهذه الأنظمة كلها أنظمة فرضها علينا المحتلون. لكن عندما نعود إلى شريعتنا، شريعة الإسلام، فأنا كمسلم لا فرق عندي بين ماليزيا ومصر وسوريا والعراق والباكستان والهند وبنجلاديش، لا فرق عندي، فكل هذه دول إسلامية وكل هذه بلدي، فماليزيا بلدي ومصر بلدي وسوريا بلدي وباكستان بلدي، حتى وإن لم أكن أذهب إليها. يعني أنا مثلا لما كنت في مصر مثلا عمري ما دخلت أسوان، لم أدخل شرم الشيخ، لم أدخل الغردقة، لكنها بلدي. يعني عدم دخولي جزء، يعني لا أحد يستطيع أن، يعني ليس كل الناس يدورون على جميع أنحاء العالم. يعني مثلا ليس كل إنسان ولد في دولة قبل أن يموت يدخل كل قرية فيها، مستحيل. لا أظن أن أحدا يفعل هذا، ولا رئيس الدولة نفسه، يعني ولا رئيس الدولة نفسه دخل كل مكان في الدولة، لا أعتقد هذا. فليس معنى أني لم أذهب. عفوا، للمرة الثانية اضطررت لإيقاف التسجيل لأن المحمول سخن مرة أخرى، وهذه المرة دخلنا المسجد كي نصور داخل المسجد في الظل حتى لا ينفجر المحمول مرة أخرى. فكما قلنا، أنا بالنسبة لي كمحمد أتبع المنهج الرباني، وكما قلنا المنهج الرباني إن عندما يرتكب شخص ما خطأ فإن هذا الشخص وحده هو من ينسب إليه الخطأ. فيما تلعب يا محمد ألعبة أفضل مما نتحدث فيه؟ أحسنت، دعني ألعب معك يا بني، فإن هذا اللعب أفضل بكثير مما نقول، أليس كذلك يا بني؟ نعم ليس كذلك. وهل ارتكبت خطأ؟ لا شيء، نلعب. شعرت بالله في المسجد نلعب لا بأس، الدرس ليس مهما لكن اللعب مهم، شيء مهم جدا. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. إني أعيذك بالله يا بني أن تكون أخسر الخاسرين، أعيذك بالله يا بني أن تكون أخسر الخاسرين. فلعل الله عز وجل، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل منك عالما ربانيا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. فأنت لست مستفيدا يا محمد؟ تريد أن تبحث عن عمل آخر تجد منه فائدة أكبر؟ طيب، فنعود إلى موضوعنا. المنهج الرباني، إذا ارتكب شخص ما خطأ فإن هذا الخطأ لا ينسب إلا للشخص نفسه، ولا ينسب إلى الجهة التي ينتسب إليها، اللهم إلا إذا كانت هذه الجهة هي من تأمره بذلك. أما أن يرتكب مسلم جناية فتنسب تلك الجناية إلى الإسلام فهذا ظلم لا يقره إلا أهل الظلم والغباوة في العالم عياذا بالله عز وجل. وهذا هو المنهج الرباني الذي أقره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولا تزر وزرة وزر أخرى. ونحن نؤمن بهذا الكتاب العزيز ليس كنصوص نتلوها في الصلوات فحسب، بل نؤمن به كشريعة ومنهج نسير عليه في هذه الدنيا، أليس كذلك؟ بلى هو كذلك إن شاء الله. أتمنى أن أسمع ردودك كلما سألت يا بني، فإن إجابتك تدل على وعيك وأنك موجود معي بقلبك وعقلك حتى وإن كنت مكرها. طيب ماشي، أعزك الله يا بني ورفع عنك كل هم وغم وبلاء وكرب عظيم. فهذه الأمور التي قلتها من أعظم الأشياء التي ألقى الله عز وجل محبة ماليزيا في قلبي بسببها، أن ماليزيا لها موقف خاص من فلسطين، فهي تدعم ماديا ومعنويا، وتقدم
لأبناء فلسطين من الترحيب والتسهيلات على أراضيها ما لا تقدمه لغيرهم، وهذا من أعظم ما جعل الله سبحانه وتعالى محبة ماليزيا في قلبي لأجله. طبعا قد يقول بعض الخلق لماذا ماليزيا لا تذهب تحرر فلسطين؟ أقول أكيد أنت تقول هذا إما مازحا أو لأنك لا تدرك حجم القضية، وهذا أمر يحتاج تفصيلا ليس هذا وقته، ولكن فقط أحببت في هذا اللقاء أن ألفت النظر إلى ما عليه ماليزيا، جزاهم الله خيرا حكومة وشعبا، من التأييد والدعم للقضية الفلسطينية، تأييدا ودعما ماديا ومعنويا وقلبيا وماليا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوحد صفوف المسلمين، وأن يجازيهم خيرا على كل ما يفعلونه للإسلام والمسلمين. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوحد صفوف المسلمين أجمعين، وأن يجعل قلوبنا على قلب رجل واحد. ونحن كأمة كأي أمة يوجد من يعمل لتوحيد هذه الأمة ولم شتاتها، وهناك من يعمل لإشعال الفتن وغرس الفتن بين الأمة، ويريد أن يفرق بين أبنائها، ويريد أن يغرس العداوة والبغضاء بين أبنائها. فنجتهد جميعا في هذا الدعاء: اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا، اللهم من عمل لتوحيد المسلمين وجمع شتاتهم وجعلهم على قلب رجل واحد، اللهم اكتب له التوفيق والسداد والهدى والرشاد، فإنك أنت الحق، وأنت أحق من ينصر الحق، من ينصر الحق إن لم تنصره أنت. اللهم من أراد أن يشتت شمل المسلمين، ومن غرس الفتن بين المسلمين، ومن غرس الفتن بين المسلمين باسم الوطنية أو القومية أو بإشعال الفتن أو بالغيبة والنميمة والزور والبهتان أو بأي صورة من صور الشقاق التي تمزق بها الأمم، اللهم فإني أقسم عليك بقوتك التي كل قوة فيها ضعف، وأقسم عليك بقدرتك المطلقة التي كل قدرة فيها عجز، وأقسم عليك بأنك أنت الحق، وأنت أحق من ينصر الحق، من ينصر الحق إن لم تنصره أنت، أن تعجل به رجزك وعذابك. اللهم عجل به رجزك وعذابك إله الحق، آمين. اللهم أرنا فيه يوم نحس مستمر، اللهم أرنا فيه آيات قهرك وانتقامك. اللهم إن أفسد المفسدين في الأرض يقولون أنهم مصلحون، وإننا يا رب ضعفاء، وقد اختلطت الأمور على الناس عامتهم وخاصتهم إلا من رحم الله. اللهم فأسألك بوجهك الكريم أن تنصر المصلحين في الأرض على المفسدين فيها. اللهم انصر المصلحين في الأرض على المفسدين فيها. اللهم انصر المصلحين في الأرض على المفسدين فيها، وعجل رزقك وعذابك ونقمتك بمن يأمرون بالمنكر أو ينهون عن المعروف أو يدعون إلى الشر أو يعلمون السوء أو يمشون بين الناس بالفساد والفتنة والنميمة. اللهم اجعلنا في رمضان من المقبولين وبه من الفائزين، وارزقنا ليلة القدر يا أكرم الأكرمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أخي
تعلم أن الأعمال التافهة تحصد الملايين من المشاهدات والمتابعات والإعجابات والتعليقات، فاتق الله وكن داعما لكل ما ينفع الإسلام والمسلمين واعمل على نشره بكل قوتك.